يا لطيف، قد كلهم مخزنين، الصغير والكبير والمرأة والرجل. إنا لله وإنا راجعون. لأن فترة طويلة من اليوم بعض الأعزاء فاطمنا عليهم يجدوا تغيرات، فالحمد لله صلينا الفجر، الله يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وحاول أذكركم بعض الأشياء. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين لما نكتب من المذكرين، اللي يذكر مثلا ذكروني وأنا أذكركم بخير فلنا أجر. الله يسعد صباحكم، الله يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. زوجتي بعدين تقول سبحان الله عدك على شيء آخر، إن الأهل والأحباب والأعزاء يوم تسافر وتقعد معهم بدون تخزين، بدون ما تخزن، كل واحد ما أدري إيش فيهم. هذا يقول لك كيف ما تخزن، هذا كيف ما تخزني، لا كل من هذا يجيب لقات وهذا يجيب لقات، حتى يخربوا الناس اللي ما يخزنوا. ولو أصبح تقعد بينهم وأنت مش مخزن تستحيل، كلهم مخزنين وأنت مش مخزن. وطبعا كلمت الأهل، إيش الأسباب في نظركم إنهم يتحولوا مثلا دي في الخليج أول يمسخروا على المخزنين وبعدين يصبحوا مخزنين؟ فقالوا لأنهم يعتبروه من الكرم إنهم يكرموهم، خاصة في مناطقنا مشان ما يزعلوا الأخوة والأخوات اللي مناطق أخرى. اليمن تنقسم إلى مناطق مختلفة، في بعض المناطق ما تزرع حتى القات أصلا، ما هي طبيعيا لو زرعوا القات ما في مناطق معينة، في مناطقنا هكذا. فيقولوا هذا إنه يعتبرون باب الكرم. فحتى كذا، وأيضا حتى الدخان بعدين، إنه كيف مثلا واحد دخل جنبك لا اشرب كأنها مزح، كأنها والله عز وجل يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. كل شيء، الكلمة، المنطق، الأكل، الشرب، اللفتة، كذا كلها في حساب، ما من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أي شيء لا ما تسوي إلا شيء اللي يرضي الله. طبعا أنا مش عامل الآن الدخان والقات كأنها جريمة كذا، بس أنا أديها قصدي كبيرة، فيها أشياء أكبر. ناس ما يدخن ولا يخزن وهو يأكل حق أهله، حق أقاربه، حق الوطن، حق يسرق الأعضاء، فعادي هذه أشياء أخرى. أو واحد ما يسرق ولا يأخذ ولا كذا لكن قلبه حقد على الناس، هذا عدو. إذا 3 أيام قاطع الناس المسلم ما عاد تقبل صلاته. في قصص مفروض نتعلم، مفروض العلم نور، يزداد علمنا يوميا إذا لم. طيب، فإيش اللي أريد أقول لكم؟ فأنا قلت للأهل السبب الثاني أنهم يتحولوا إلى لأنه بعدين كلمنا الأهل والأعزة اللي سافروا، قلنا الآن تتمسخروا وتستغربوا على كيف الناس الصغير والكبير والبنت والولد مخزنين وقاعدين في المجلس، بعد فترة بنتصل لكم إذا أنتم مخزنين. فأنا كلمنا والأهل أقول لهم إيش غير الأسباب الكرم، في سبب ثاني. قالوا إيش؟ قلت الجليس، لما تجلس مع مخزنين تصبح مخزن، لما تجلس مع رواد الفضاء تصبح رواد الفضاء، لما تجلس مع الماسيين تصبح ماسي، لما تجلس مع تجار الذهب تصبح تاجر ذهب. فالجليس يؤثر عليك. والشيء الثاني الهدف، لأن مثلا يستغرب الأهل تقول ما يخلوك حتى تقعد، لا والله ابنك ماكل هذا القات، لا عيب كيف جيت عندنا ما ماكل. فقلت هذا الشيء الثاني الهدف. قالوا كيف الهدف؟ قلنا الهدف لأن الجلسة الآن بعد الغداء مثلا عندنا الضيافة أنك تتغدى ثم تقعد تخزن أنت والناس وتقعدوا، فالهدف هو التخزين والأكل. فمستغربين عليك كيف ما تأكل قات، هو الهدف. الجلسة كلها هذه لمدة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات هي من أجل تخزين القات. فأنت عندما ما تأكل القات يقول لك كيف ما تأكل، ليش، وهذا يعطيك وهذا كذا، يحولك كأنك مسيكين إنك ما تأكل، يعني ما تخزن. لكن لو عندك هدف، مثلا نعرف ناس أفاضل عندهم هدف كانوا يصيروا مع المخزنين، يقول لك فرصة متجمعين في المجلس يأخذ رياض الصالحين ويروح يقرأ لهم، فهو عندهم هدف، عارفين إنه جاي الهدف يقرأ رياض الصالحين، ما يقولوا له تخزن ولا شيء لأنهم دارين إنه ما بيخزن. فاللي ما عنده هدف ما تعرف إلا قد جروها الناس إلى أهدافهم. أيش أريد أوصل لكم؟ إن إحنا الآن واحدة من الأخوات تقول لي هذا الصورة اللي حاط على الفيسبوك هل سيشهد هذا الشهر نزول العمولات بالذهاب لأعضاء دي إكسين؟ فيقول لي جننتهم الآن كلهم يسألوني، كلهم. قلت أنا مبسوط من هذا اللي يسألوا لأنهم طموحين، يريدوا يعرفوا كذا، وإحنا قد فصلنا متى بتجي الذهب ومتى كذا وين المناجم. بعضهم يقول لنا الآن أنت رايح المغرب العربي بفضل الله بعد 2 أو 3 أيام،
وموريتانيا، يعني رايحين تشوفوا مناجم الذهب. هذه الأسئلة كلها تعجبني، بس يعجبني العمل بعدين إني كيف أحصد أنا أكبر مزيد من الذهب، كيف يكون نصيبي أكثر مزيد. هذا طموح ولا طمع؟ لا، لأن مع دي إكس إن ما تحصل على المزيد من العمولات إلا أنك تنفع ناس أكثر. طيب، فأنا مبسوط لهذا السؤال. طيب، أنا أريد أقول لكم نحن بنروح إن شاء الله ونكرم ناس ونلتقي مع ناس ما شاء الله وصلوا لمراحل ودخل عالي وكبير في هذه الدول، ونرجع لتركيا 22 مؤتمر. هؤلاء كلهم يا أبطال هم جلسوا مع أعضاء دي إكس إن في الميت، في الزوم، في اللقاءات، في المؤتمرات، فأصبحوا بدل ما هم مخزنين أصبحوا يحصدون مشلقات، يحصدون الدولارات شهريا، لأنهم دخلوا في منطقة الجلساء الذين متجهين نحو الملوك، ملك الأعشاب، ملك الطحالب، ملك العصائر، وعرفوا كيف حطوا هذه ملك الأعشاب داخل القهوة والصابون والشيء، وكيف يحصلوا من خلالها دولارات. فأنت تختار الجليس، انتبه، تقول أنا طولوا قصروا مطول اللقاء. احنا الآن نسوي الخميس والجمعة، الساعة الجمعة والأحد أيضا عندنا الساعة 8:30 مساء، وعندنا يوم الأحد من الساعة 2 تدريب عالمي إلى الساعة 9 مساء أو 10 مساء، يوم كامل تروح تجي تغدى وأنت تسمع بس. بعضهم يفكر إنه طول. طيب إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هو الهدف. الآن واحد يدخل في اللقاء، واحد ما يدخل في اللقاء، هذا يقول طولوا وهذا يقول ليش سكرتوا. ايش الفرق بينهم؟ والهدف. هذا الشخص الذي يقول ليش سكرتوا بسرعة الميت وقدوا ساعات انتظروا، قد عرف الهدف انه يرسل الرابط الاكبر عدد من الناس مشان يستفيدوا وياهم. ففي ناس وعدوه انه بعد شوية بندخل بنأتي، فهو منتظر لما يدخلوا مشان يزداد، لكن اللي عنده هدف بس انه يسمع بس يمل. فلازم تعرف ايش فائدة اللقاءات هذه، انك ترسل طوال الوقت يزداد دخلك وعوائدك وفريقك واخوانك يعلموك. الشيء الاخر اللي اريد اقول لكم اياه حفظكم الله، بعض الاخوة يقول لك ما صدقوا قالوا لا تشغلوا انفسكم، لو تتواصلوا مع بعض دي إكس إن بيدوشوكم. الله يستر، لو ربط فيك واحد من دي إكس إن لو تواصل معك بيدوشك كل شوية رسائل، والاسعار غالية وما في عندي انترنت ما في كذا. فاسألهم انت، اللي قالوا اسعار غالية والان يستلموا فلوس كيف سووا؟ اللي ما كان عنده انترنت وعندهم انترنت وتلفونات من العوائد كيف سووا؟ اللي ما كانوا ظروف قاعد داخل البيت حقه والان صار رحلات دولية ومدرب وفي نفس الوقت ليش قاعدين يدوشوني هؤلاء؟ اكيد وجدوا كنز كبير واحنا مش فاهمين يا جماعة الخير، خلونا نفهم. فالاخوة الجديد يقول لك طلعوا جو الزوم وبعدين خرجوا ما سمعوا ما رضوا يفهموا مش عارفين، ويفكر انه بيتوقف. ما ابدا، كل القادة هكذا، تتوقف مشروعك عندما تتوقف انت. اذا توقفت انت العمود، انت المرتكز. اصبر 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 اصبر، بتنجذب يدخلون في دين الله افواجا، يدخلوا في فكرتك افواجا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصامد، هو الصامد، هو الصامد، كأنها سنة إلهية. الله يريدك، هل أنت ستصمد؟ هل أنت ستكون موجود؟ أما الأولين هذا اللي يجوا معك اعتبرهم حقل تجارب، تجرب بس. احنا ندرب الأخوة والأخوات على الأخوة الأولين هؤلاء، كيف يتعامل معهم، كيف يسوي لهم عضوية، كيف يصبر عليهم، كيف يقول لهم صلوا على النبي يستمعوا، كيف ندربهم من أجل اللعب الحقيقي القادم. شوف يوم تتدرب وبعدين تصير من عشاق الرياضة، ما تدخل الملعب إلا وقد تدرب. فالأولين هؤلاء هم تتدرب أنت كيف تتعامل، بعدين بيطلع 2 3 ركز معهم وابدأ انطلق. الإعلانات والفيسبوك وأصحابك والشارع، عندما توثق وتعرف أي واحد يجي يزورك لمكتبك أو يلقاك في بقالتك أو يلقاك في المسجد، مرحبا لقد وقعت على كنز بفضل الله. الله مثل ما أقول للأخوة في المسجد، أي واحد أحصله أقول له سبحان الله، أكيد أمك وأبوك داعين لك. أنا منوي أي واحد يجي يصلي جنبي أدله على خير. صباح الخير، صباح الكنوز، صباحكم كنوز، أنت المرتكز، اصمد وستجد الخير. هؤلاء اللي ذاهبين نكرمهم هم كانوا مثلكم هكذا، ننصحهم، وإحنا أخوكم اللي ينصحكم كانوا اللي قبلنا ينصحونا. فنسأل الله بهذه الجمعة المباركة أن تكون حياتكم كلها خير ومباركة، وصباح الذهب والنجاحات والخيرات والدولارات، وداعا للذين يقولون فقط القات. لا، قات وانطلق.